طبعا زيزو اللي النهارده بيرد على كل الناس، وكل اللي هم بيقولوا مش عارف ايه وبالونه وما اعرفش ايه. لا، انتوا لو جه عندكم هتلحسوا جزمته وهتسيطوه في السماء. وانا بقصد الكلام دوت بناس مستقصده زيزو بقالها سنه وبالونه وبالون. امال اللي عندكم ايه؟ ده انتوا عندكم بلالين، بلالين منفوخه على الفاضي. وبرضه عايز ارجع واقول ده الفرق بين جمهور الزمالك واي جمهور تاني. اولا مبروك لجماهير نادي الزمالك تصدر المجموعه وفوز جيب شك الانفذ في الشوط الثاني. اعتقد ان الشوط الاولاني ما كانش المستوى على ما يرام. فرقه بلاك بولز فرقه منظمه جدا وفرقه خطيره جدا، وكانت ممكن في اي وقت من الاوقات تتعادل وتكسب، لان عواد النهارده انقذ في الشوط الثاني انفرادين ما صعبين جدا. لو اي حاجه دخلت فيه ما لا يسأل عنها، ولكن ربنا ستر. انما الشوط الثاني اعتقد هو اللي كان فيه كل حاجه حلوه، يعني الثلاث اهداف بتوع نادي الزمالك والهدف بتاع بلاك بولز، فخلوا شكل المباراه يعني اتسمت بالقوه والنديه والاثاره والمتعه.